والنور والبنور عليكم وعلى عيونكم وعلى اولادكم وعلى حبايبكم وعلى كل اللي بتحبوهم يا رب. يا صباح الهنا والسعاده والسرور والنور على الحبايب الحلوين الوظويز المنورين. صحيت اول حاجه اعملها، بصوا الاوضه كانت مكركبه ازاي، بصوا المخدات جايه بكيرف ازاي. روفان بتنام في النص، روفان بتسيب الشقه كلها وتيجي تنام تغلس عليا، وانا ببقى خايفه عليها وهي نايمه تقع تيجي كده تيجي كده، فببقى ايه عارفين اللي هو نايمه نص نومه، مش ببقى نايمه كويس. وطبعا حاجتي هنا مكركبه والدنيا مقلوبه، مش عارفه صحيت لقيت الدنيا مقلوبه الاوضه ليه كده، فقلت ايه ابتدي ان انا اروقها واظبطها. اول حاجه اصحى في النوم زي ما بنات كتير قالت لي سيبيها، قعدت على السرير بقى كتبت لي شويه حاجات، ظبطت شويه ورق كنت بعمل لكم المنيو وكده، فابتديت ان انا ايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بقى بعد ما كركبنا الاوضه بزياده نروقها. بصوا بقى عايزه اقول لكم على حاجه، استنوا بس لحسن اكون باينه اتاكد، بس كده اتاكدنا، فابعدي شويه يا روفي. بصوا في بنوته كل ما اعمل فيديو تيجي تقول لي ايه علبه الميك اب اللي انتي ملقحاها دي تبرعي بيها. ليه وي لحسن اطلع في المرايه اشيلك ولا اعمل فيكي ايه، ما علينا اهو. انتي ملقحاها وما بتعمليش بيها حاجه، انتي شفتيني ما بعملش بيها حاجه يا حاجه، انتي شفتيني ما بعملش بيها حاجه. استنوا ما انزلها لكم تحت، شفتيني ما بعملش بيها حاجه. ده بص من كتر اساسا ما بعمل، بص متبهدله ازاي من ايديا وايدينا، بصوا تمام. سيبكم من المرايه. الاقلام دي اساسا الماسكارا اللي كانت هنا خلصت، وقلم الكحل اللي هنا خلصت، وطبعا الاقلام دي واضح ان هي اصلا واتبرت طبعا. ده البلاشر ده خلص اصلا تمام، وده كله كونتور، وده بلاشر دي بستخدمها حاليا، بس البلاشر اللي كان هنا كان وردي كنت بحبها جدا فخلصت الحمد لله تمام. المهم انا بعد ما هتخلص ان شاء الله هشيل العلبه دي كلها كده واخليها علبه للاكسسوارز للحاجه تبقى شكلها حلو. كنت برد على جوزي معلش رن عليا. فبصوا دي طبعا واضح ان انا بستعملها اهي متبهدله ومتمرمطه تمام. انا مش عارفه والله هي قالت ليه كده، علبه والله العظيم تعليقين او 3. علبه المكياج اللي انتي ملقحاها تبرعي بيها، علبه المكياج اللي انتي ملقحاها تبرعي. هو انا يا ستي مش متجوزه وبتزوق لجوزي؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه. اهو المونيكير ده اهو، ده انا حطاه والله، حتى من قبل ما افكر اقول الفيديو اهو، حاطه انا وروفي اهو، حاطه المونيكير ده دلوقتي انا وروفي تمام. اللي في تحت هنا برايمر، ده دايما بستخدمه، خلص اصلا متضايقه قوي ان هو خلص، كان حلو على فكره. اول مره في حياتي كنت استعمل برايمر هو ده. دي مناديل لامتصاص الدهون من الوجه، طبعا واضح ان هي خلصانه العلبه واضح تمام. اروح اتبرع بيها نصها. هنا في فرش بستعملها، ودي شنطه الفرش دي لو انا هخرج واخدها معايا. بصوا انا اغلبيه الوقت بتظبط في البيت، طبعا واضح ان بستعملها وبرجعها تاني، فاهمين؟ اوعي يا روفي وسحي عشان افتح الناحيه دي. هنا الروج ده اساسا اهو مقلوب ان انا مستخدماه تمام. انا بحب قوي احط ده وانا خارجه، لانه بصوا لون الشفايف كده مش باين، وفي نفس الوقت يديكي انطباع طري على شفايفك ما تنشفش اهو. وده روفي بتحبه جدا جدا جدا، وانا بحب دول وبحب دي وبحب روفان اكتر واحده بتحط معايا اصلا تمام. تاني حاجه ايه تحت ده، الماسكارا دي بتاعت الحواجب. انا اول مره في حياتي استخدم ماسكارات حواجب دي، بحبه قوي. انا عايزه، عارفين اللي هو عامله ايه، عامله زي الجل بتاع الشعر، بتخلي الشعر الشعريه بتاعت الحواجب ناشفه وماسكه نفسها. ودول تحديدات وحاجات طبعا اكيد، يعني لو مش هستخدم حاجه بطلعها، بس طالما انا بستخدم خلاص فاهمين. ودي روجات، دي درجات من درجات الروج تمام، وكونتورات وحاجات. في حاجات انا مش عارفاها بس بتعلمها والله العظيم. اول ما جات لي اصلا انا استخسرتها، وبعدين امنتني امانه حبيبتي اللي جابتها لي، قالت لي استخدميها ودلعي نفسك وشخلعي نفسك، فبدلع نفسي. فمش عارفه كل اخبتها قالت لي انت ركناها في الدولاب فين هي ما تستعمليها. بعد كده راحت طلعت انت ملقحاها تبرعي بيها. يا ستي مش ملقحاها، بستعملها، انا بستعملها. هو انا مش متجوزه وليا جوز وبتدلع له ولا ايه؟ هو قلنا عيان مش مشكله، بس اهو بنتدلع تمام، يعني فيها حاجات خلصانه اصلا، هتبرع بيها ازاي وهي خلصانه
هروح اديها العروسه تحطها عليها وانا واخده منها حاجات. تمام. وهنا الحاجات ده يا لهوي عشق حبيته قوي 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 قوي. ايوه ده دبدوبي. في بنوته اسمها ام عمرو ونعمه ورحمه قالت لي يا اسماء ما تشكيش الدبابيس في الدبدوب. ليه يا اختي احنا صينيين يا بنتي؟ يا نعمه يا بنتي يا ام نعمه احنا صينيين يا بنت. هنعمل بسم الله الرحمن الرحيم في البتاع اهو. بصوا دي الماسكارا بتاعت الايلاينر بتاع العلبه اهو. وده قلم كحل برضو بستعمله اهو. كانوا بره اصلا هبقى ادخلهم ما علينا. فيا جدعان والله بستعملها. خلصت ترويقها اهو. ظبطتها خليتها فله الفله. والبف اللي تحت ده بقعد اسند عليه رجلي. تدي ريحه حلوه كده في المكان. بس يعني لحد دلوقتي كان قرار صائب ان انا اجيب الكمبيوتر هنا واحطه في الاوضه. بس ورتبت التسريحه بتاعتي اللي كل يوم بتترتب وكل يوم بتتروق. والواحد يفكر يقوم كده ياخد شاور حلو كده ويعطر نفسه. والارض اتشفطت بالمكنسه على السريع كده. مش كل مره على فكره بمسح الدولاب والسرير، لا خلاص. هو طالما مسحتهم اول اسبوع يبقى خلاص، او كل شهر مره على حسب ما ايدي تجي فيها. بس شغل الغساله بقى واغسل الهدوم. لميت كل الهدوم هنا هون كده هغسلهم من هو بقى. انا النهارده عملت شويه سلطه حلوين وشويه فول والخضره بقى وبصل اخضر وبيض مسلوق. ودي جبنه قريش عليها زعتر وحبه البركه والمخلل. والعيش لسه جايه من الفرن والف هنا وشفا والحمد لله يا رب وفضل ونعمه على النعم. الفطار بقى هعمل لي انا وابو سيف قهوه عربي احطها في البراد بتاعي الكميل الحلو التركي ده اهي. فطرنا وخلصنا فطار. بدور على شاي ما لقيتش. بدور على لبن عشان اعمل نسكافيه ما لقيتش. بدور على شعريه عشان كنت هعمل حاجه اسمها بلاليط برضو ما لقيتش. الله يسامحهم بتوع الاسانسير دول، لو يركبوه كان زماننا طالعين نازلين نجيب حاجتنا. جهزت هنا الحاجه اهو. وهبتدي ان انا اصب القهوه. الجماعه السعوديين والاماراتيين والكويت والعرب والحاجات دي اعتبروا دي دله. اكتب لكم عليها دله تعتبروها دله وي ولنعتبرها دله. مش عارفه ليه الحاجات عماله تتحرك معايا. تن 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 تن. خلصت فنجان ليا وفنجان لابو قوفه. والعيال عاملين روفاندي صوتها عالي رهيب. وحطيت تمر معرفش بقى ده سكري ولا اسمه عندكم اهو. وتمر عادي يعني تمر عادي. سلام لو كان في بقى حبه بلح رطب كده ولا بتاع. هو في موز وتفاح يمشي نحطه. نروح بقى احنا وابو قوفه ايه بعد الفطار نشرب لنا شويه كده مع بلحتين تمرتين. عايزه اقعد ارغي معاكم بس معلش بقى للفيديو يطول. حرام ربنا يعينكم عليا والله. انا مش عارفه انتوا من غيري كنتوا هتعيشوا ازاي. مش قادره اشيل. مع ان ده الشمال مش اللي واجعني. وبح جمدت اهو جمدت. جربت بقى مش قادره اوصف لحضرتك بقى اللي حصل. دهنه والتانيه كانت الدنيا حلوه وجميله وقدروا واجي دهنتين تلاته. مش هقول لك اول دهنه لا دهنتين تلاته. مش عارفه انا عماله حاطه القهوه قدامي وبستمتع بمشاهدتها وجاي لي اول دهنه. اول دهنه يا حاج لا اله الا الله. حسيت ان انا بقيت مجنونه وبستجيب. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. اكيد عارفينها. المزيكا بتاعتها دي عمرها ما تتنسي. ايام 1995 94 كانت ايام حاجه و90 كنا بنتفرج عليها واحنا اطفال صغيرين. بقى دلوقتي هبتدي ان انا اجهز الغدا. هعمل مكرونه بالبشاميل. وفوق بصوا بسخن الميه وهنا هو البصله بتحمر. وهنا بصوا بقى دي القشطه اللي كانت عندي في الفريزر. حطيتها زي ما هي فضيتها من العلب هنا اهو بالشكل ده كده اهو. وموطيه عليها النار هسيبها تسيح. في بنوته سالتني ليه انا بعملها زيك يا اسماء بس ما بتطلعش ريحه السمنه البلدي الواو.
ما تسيبيهاش نيه، سويها قوي. لما تسويها قوي السمنه ما تكونش لونها ابيض ولا اصفر، لا لونها يبقى داخل على الاورنج شويه، على البني سيكه كده يعني. هتلاقي بسم الله ما شاء الله ريحتها الله اكبر جايبه لاخر الشارع معاكي. يعني انا عن نفسي لما بسيبها نيه شويه ريحتها ما بتبقاش حلوه، ما بتبقاش عجباني او ما بحسش فيها ريحه السمنه البلدي. لكن لما بتستوي جامد لدرجه في بنوته قالت لي ده انت حرقتيها، لا هي ما حرقتهاش، لا هي خليتها وصلت لدرجه الاحمرار، خليها تحمر، هتلاقي ريحتها وطعمها وترميلتها رهيبه. بس نسخن بقى الميه ونكمل البصله بتاعتنا علشان نعمل المكرونه بالبشاميل. انا بحب استعمل المكرونه الرفنطوعه خالص دي، العريضه مش بحبها على فكره. وهنا بقى في الحله دي هجيب فصين توم كده، عندي شوربه احطها في الفريزر، هحمر فصين توم صغننين بالشكل ده كده اهو، وهعمل فيهم ملوخيه ناشفه. بصراحه نفسي فيها وبحبها قوي قوي قوي. حطيت عليها قرن فلفل اخضر بس مش حامي على فكره، قرن فلفل بارد تمام. وهشوحهم واحمرهم وانزل بيهم بكيس الشوربه المجمد معايا. وبعد ما انزل بكيس الشوربه المجمد هحط لها بقى ايه، لو عايزه ملح هحط لها، بس انا هحط ايه بقى، بشره طماطمايه، هبشر طماطمايه عليها علشان تدي طعم حلو. التعصيجه اهو، حطيت ملح وفلفل اسود وقرفه وكزبره ناشفه، وحطيت برشه جوز الطيب، وادي هنا طشه تومه حطيت عليها طماطميتين مبشورين، ونزلت بشويه شوربه كانوا عندي في الفريزر هعمل ملوخيه ناشفه. وهنا بغلي اللبن، وهنا بعمل القشطه، وهنا بعمل البشاميل في نفس حله اللي انا سلقت فيها المكرونه. حطيت لبن ودقيق ولبن بودره وملح وفلفل اسود، وما حطيتش اي زبده، بعمله ني في ني على فكره، بعمله ني في ني، لذيذ على فكره وجميل جدا، وتلاقوا طعمه كريمي جدا، احلى من البشاميل كمان اللي بتحمره الدقيق فيه في زبده تمام. ولما تقلي الزبده فيه بيبقى لذيذ على فكره، ما بيبقاش تقيل ولا اي حاجه. ده اسمه بشاميل ني في ني. عايزه تحطي مكعب زبده او سمنه بلدي حطي، بس انا ما حطيتش عشان يبقى خفيف، كفايه مكرونه بقى وكفايه حبه الزيت اللي حطيتهم هنا، يعني بنحاول نخف شويه. نفضل بقى نقلب فيه، انتوا عارفين البشاميل لحد ما يتخن معانا. بصوا هنا حطيت بيضتين على البشاميل ده للوش، وسبت دول للمكرونه، هحط المكرونه جواها واقلبهم فيها عشان ياخدوا طعم البشاميل الحلو. وهنا حطيت بيضتين على احمد حلمي، بيضتين، مش تحطيش بيضه واحده على البشاميل بحط 2، حطينا 2 عشان نسمع كلامك ونكلبز ونلزلز. والمكرونه البشاميل دي كمان مالها رخرة؟ يبقى حطي بيضتين على الوش مش بيضه واحده، ليه حاطه بيضه واحده؟ انا حطيت الملوخيه الناشفه اهي، بصوا لونها جميل، جبتها من واحده قاعده في سوق المطريه. وجبت كيس برضو من واحد قاعد في شارع عين شمس قريب من ميدان الحلميه بعد البنزين على طول، عند البان سراج، كان قاعد بيهم يوم الخميس، بيقولوا ان مش دايما بيجيبها. واحب اطمنكم اللبن غلا فار مني لازم يفور. بصوا هنا بقى العيال بيذاكروا مع ابوهم بره وانا هنا لوحدي. بصوا البشاميل اللي في المكرونه ازاي وغلفها. هحط طبقه هنا كده تمام، وبعد كده انزل بطبقه اللحمه المفرومه، بس بحط الطبقه اللي من تحت اكتر من اللي فوق، لان اللي تحت دايما بتستوي اسرع واللي فوق بتاخد وش يا دوب بس. بصوا هنا يا بنات اهو، حطيت اللحمه المفرومه بالشكل ده نص كيلو لحمه مفرومه على نص كيلو قولوا بصل تمام. وهبتدي بقى ان انا احط طبقه خفيفه من المكرونه عشان هحط فوقها البشاميل، مش يعني الطبقه اللي من فوق مش بكترها، انا بكتر الطبقه اللي تحت بس. انا كده اهو خلصتها. بصوا رق مكرونه، رق لحمه، رق مكرونه، وبعد كده رق بشاميل، وبعد رق البشاميل رشيت رشه موتزاريلا ورشه جبنه رومي. الكور دي فلفل اسود كده على فكره، سبته ما رضيتش اشيله، كانت في اسمها ايه، في الجبنه الرومي. بس كده رشه حلوه كده، ونزقها جوه فرن سخن موحوح. انا بقى خلصت، عملت كنافه بالجبنه الموتزاريلا اهي، وحطيتها هنا على جنب بعد ما تطلع دي احطها. ودي بواقي المكرونه مسكت باقي المكرونه خلطته على شويه جبنه رومي على شيدر على موتزاريلا، وجيت على في الطب من فوق على السطح من فوق حطيت جبنه رومي وجبنه شيدر وجبنه موتزاريلا، خلطتهم يعني. وقلت خليها لبكره، احطها في الثلاجه، اخليها لبكره نتغدى بيها، لان كده في صينيه مكرونه كبيره وفي ملوخيه ناشفه، فان شاء الله اخليها لبكره. ودي بعد ما هنتغدى والدنيا هتبقى تمام، هروح مولعه عليها الفرن تطلع سخنه، اسقيها شربات وناكلها وهي سخنه وبتمط. حطيتها بقى بالاسترتش عشان بكره الصبح بصوا انتوا مش شايفينه، عشان ما تلقطش اي روايح، لان الجبنه زي ما انتوا عارفين فيها لبن، واللبن بيلقط اي روايح. هحطها بقى في الفرن في الثلاجه لحد بكره. بصوا هنا ادي المكرونه طلعت من الفرن اهي، بقت قمر قمر قمر. وعملت ملوخيه ناشفه، وعملت سلطه والمخلل والخضره بتاعتنا والخيار بقى والليمون، والحمد لله بفضل ونعمه من ربنا. ناكل بقى.
قاعدين نذاكر مع شيماء عشان تحسن خطها شويه، والبيبي يقول مشغول اكتر مننا. ما اعتقدش يا عبد الحليم ان انت مشغول اكتر مننا. هنا خلص يومي اللي بعمل فيه الحاجه واحده واحده. حاولوا ما تجهدوش نفسكم، حاولوا ما تتعبوش نفسكم. اللي عايز يتعمل النهارده يتعمل، اللي عايز يتعمل بكره يتعمل، لان في بقت اساسيات واهم المهمين المدارس والمذاكره طبعا. انا هنا طبعا واحد صدع وتعب واجهد، قمت عملت كوبايه قرفه بلبن وعليها سيكه صغننه نسكافيه كده عشان اعرف اقاوم مع الولاد واكمل مذاكره. ايمان، شيماء، سيف فوق دماغي، وروفان بتدلع عايزه تذاكر هي كمان. فبجد شدوا حيلكم يا امهات واجمدوا. اليوم ان ما كنتيش عارفه ترتبيه سيبيه يمشي ببركه ربنا، بس اهم حاجه تعمليها ان انت تظبطي مواعيد المدرسه. ويا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على خير، باي.